بسم الله الرحمن الرحيم. ويكلم الناس في المهد وكهلا. هذه آية سئلت في دلالتها، فلما ركزت وجدت إن لها دلالة كبيرة جدا. هذه الدلالة طبعا أنا اتعلمت إزاي نفكك النصوص، كل لفظ يكون له معنى، وبيربطه وبيرتبط بأماكن وبيرتبط بزمن عشان نقدر نفسر. فأولا كلمة كهل معناها في القواميس والمعاجم اللي هو سنه من 30 إلى 50 سنة. ده حاجة، أول حاجة. طيب، السيد المسيح عليه السلام يكلم الناس في المهدي، خلاص معروف. طب وكهلة، اشمعنى وكهلة؟ إذن هو كلامه هيمتد من ما بين هذه المدة إلى مدة الكهولة، والكهولة قلنا من 30 ل 50. طيب، يعني معناه أن هو يجب أن يعود إلى الأرض، لأن كل نفس ذائقة الموت، وهو رفع ولم يذق الموت، فلا بد أن يعود كي يذوق الموت، لأن ده قانون إلهي. طيب، هنا بقى في الروايات، في الأحاديث بيقول إن السيد المسيح يعود إلى الأرض ويمكث أول مرة يلبث 40 سنة، وفي رواية يمكث 7 سنين. طبعا الناس اختلفت وتضاربت الآراء، ومش عارفين يجمعوا بين الروايات ازاي. هو ببساطة جدا قلنا الكهل من 30 إلى 50، وعيسى عليه السلام رفع وهو عنده 33 ولم يمت. فلازم هيعود إلى الأرض عشان يكمل مهمته، لأن مهمته هو إن هو يثبت لبني إسرائيل واليهود إن هم كانوا ضالين، وإن هم متبعين لمسيح دجال، وإن هو المسيح الدجال كان متمثل في صورته ومتقمص شخصيته، فلازم يظهر لهم المسيح الحقيقي ويقتله ويثبت للعالم إن الدين الإسلامي هو دين الحق. طيب، فقلنا هو لما قال ويكلم الناس في المهد وكهلة، يبقى لابد ان هو مدة رجوعه الى الارض هيكون عند في سن الكهولة، ومش هيقعد لايه؟ لان لو قلنا 40 سنة، 40 مع 30 يبقى 70، هيبقى وصل لمرحلة الشيخوخة. ويبقى هنا القرآن يبقى هذا يخالف نص القرآن. انما نص القرآن بيقول وكهلة، يبقى لازم هينزل وهيبقى في مرحلة الكهولة، وعندما يموت سيكون في مرحلة الكهولة. يبقى هي السن فعلا 7 سنين زائد 33 يبقى 40 سنة. يبقى هو كان مقصود بكلمة 40 إن هو هيقعد ل 40 سنة. وهنا كلمة ويكلم الناس في المهدي وكهلا إشارة إلى رجوعه إلى الأرض، لأنه لازم يكمل مدة كلامه ويكمل نصيحته للناس وهتكون في مرحلة الكهولة، ويقبض كما يقبض أي إنسان إلى ربه. وهذا ما فتح الله علينا به، وجزا الله خيرا من سألنا هذا السؤال.